طيب لو احنا قلنا ان انتشرت بعض الاشاعات حضرتك اللي هتصححها، اذا كان مريض القلب عليه انه يتوقف عن تناول العلاج خوفا من ان يقل جهاز المناعه نتيجه ان هو بيتناول علاجات للقلب مثلا ولا لاي دواء تاني، لاي مرض تاني قصدي، يبقى ده معناه ايه؟ لا، ما فيش علاج للقلب بيقلل المناعه. تمام. مبدئيا اذا كل مريض قلب عليه الاستمرار في تناول العلاج بشكل، ما فيش علاج بيقلل المناعه. الحاجات اللي بتقلل المناعه اللي هم بياخدوا ادويه لعلاج الروماتويد، العلاجات البيولوجيه اللي هو بعد استبدال الاعضاء، زرع الاعضاء، القلب او الكبد او الكلى، فدول بياخدوا ادويه بتقلل مناعتهم. والكورتيزون ما هو من الادويه اللي بتقلل المناعه يعني بشكل واضح. الكورتيزون، ولو انه من الحاجات الاساسيه في بروتوكولات الكورونا، لكن رغم ان هو بيتم استخدامه في البروتوكول العلاجي، انما بيتم تقريبا يعني مع الاشخاص الغير مصابين بمرض مناعي اخر. طبعا. يعني ده اللي احنا يعني ما ينفعش واحد عنده مثلا مشكله امراض السرطانيه واقول له تعالى هديلك دلوقتي كورتيزون بجرعه ينفع تعالج بيها فيروس كورونا. طبعا القلب هو اهم عضو في اعضاء الجسم، هو المسؤول انه يوصل الغذاء لكل اعضاء الجسم. كيف تتم هذه العمليه ببساطه وبسهوله للمواطن؟ هو القلب عباره عن مضخه، بيجي الدم الوريدي اللي هو اللي ما فيهوش اكسجين يطلع من بالاورده لغايه الاذين الايمن في القلب، وبعدين يجي على البطين الايمن يروح طالع للرئه ياخد الاكسجين ويرجع الناحيه الشمال من القلب يتوزع على الجسم. هو دي وظيفته. ولو ان في ناس دلوقتي بيقولوا انه القلب بمناسبه القلب بيحب ومش عارف ايه وبيكره وبيزعل وبيتضايق وبيتاثر. وبيتاثر. في ناس بيقولوا ان في مراكز ذاكره في القلب. ودي عرفوها لان في ناس اتنقلت لهم قلوب، اتزرعت لهم قلوب. فزرعوا له مثلا قلب بتاع لاعب تنس، فابتدى بيحب التنس. واحده مغنيه ابتدت المريضه تغني. يعني لقوا ان في صله، ما حاجات مش مثبته يعني قوي، انما ان في مراكز للذاكره جوه القلب. مراكز للذاكره داخل القلب. ده ثبت نتيجه اثناء استبدال زراعه الاعضاء حصل ان تاكدوا ان في مراكز ذاكره. يعني سبحان الله، طبعا سبحان الله على كل حاجه. العمليه البسيطه اللي بتتم دي بناء عليها بيتحدد كل حاجه في جسم الانسان وكل الاعضاء شغاله، ولو توقف القلب توقفت باقي الاعضاء. لو وقف لمده 3 دقائق 3 دقائق قبل ما يحصل اسعاف او انه يشتغل تاني المخ بيموت. الاسعاف ازاي بيتم؟ يعني انا معايا مريض حصل له ازمه قلبيه. توقف ازمه يعني ايه؟ هي يعني حاجتين، يا واحد هيقول لك عندي وجع في صدري، يا واحد يطب ساكت يقع وما انتش عارف تقولي ده مات. في الدول المتقدمه بيبقى في جهاز للصدمات في الشوارع وفي محطات المترو وفي اي مركز، اي بنايه، جهاز الصدمات اللي بيدوها للقلب دي موجوده في الشوارع. لكن هو اسهل حاجه عندنا الواحد يدوس على صدر الضغط على الصدر 3 مرات وينفخ في بقه. يفرد رقبته وينفخ في بقه، يديله هواء اللي هو التنفس الصناعي. ويا ريت كل ان شاء الله في المدارس يكون يدرسوا الاسعاف ده، اسعاف وانعاش القلب ده. بره بيدرسوا الحاجات دي.
اسعاف وانعاش ازاي اقدر القلب. افرق ان دي ازمه قلبيه او الم صدر عادي؟ الازمه القلبيه بقى اللي هي وجع بيبقى في نص الصدر، بيسمع في الدراع الشمال او الدراع اليمين ووجع بيبقى فظيع، يعني الواحد يحس ان صدره هيتفرتك. وعموما بيبقى بعد مجهود، بعد سلم، بعد جري، بعد اكله. الواحد يبقى قاعد واكل في مطعم حلو وطالع بالليل والدنيا في الشتاء البرد يجي يجيب له الذبحه الصدريه دي. فعلى طول الواحد لو جات له الذبحه الصدريه دي اقرب مستشفى يروح، الا لو معاه الدواء اللي بيكون بيفتح مصاحبها الشرايين. ميه مثلا، الجسم يبدا يفقد في ميه، بيبقى في عرق معاه مع الالم ده، مع الالم. مفيش مثلا يقيس نسبه الاكسجين بقى في الوقت ده؟ ما هو مفيش اكسجين هتقيسيها فين؟ يعني في الفتره اللي فاتت دي اخبرت ناس كتيره جدا مرضى القلب بالذات ان في اي بيت فيه، يعني بنقول لهم هاتوا دايما اللي بيتلبس كده في الايد صابع كده. ايوه في دلوقتي ده بعد الكورونا. ده بعد الكورونا. حاجات جديده جدا دخلت علينا، الكحول والكمامه عشان اللي نقصت عنده عن 90 يجري على المستشفى يتحط على جهاز التنفس. تمام. طيب